الف الف مبروك يا سي امام يا عاشور على الجوائز اللي كسبتها في المهرجان بتاع الديرجست ده. بس دي جوائز كتيره قوي. انت لبيت جوائز الناس وخدتها معاك ولا ايه؟ يا اخي قول ما شاء الله وبطلوا قر عليا بقى. ده انا لسه كتفي مصحيش من ساعه كاس العالم للانديه. وبعدين هي فين الجوائز دي؟ دول هم 4 جوائز عمي: جايزه افضل لاعب، وجايزه افضل لاعب وسط مهاجم، وجايزه هداف العام، وجايزه افضل لاعب بتصويت الجمهور. كل الجوائز دي يا سي ايمو ومش عاجباك؟ ده كريستيانو بذات نفسه عمره ما خد الجوائز دي في سنه واحده. وبعدين ده انت قعدت فتره كبيره متصاب. امال لو كنت سليم كنت جبت كام جايزه تاني؟ يا سلام، ده انا لو كنت كملت في ماتشات كاس العالم للانديه دي كنت خدت جايزه احسن لاعب في البطوله. بس يلا الحمد لله، نعوضها المره الجايه بقى. يا سي امام لسه العمر قدامك طويل مع الاهلي، وياما هتاخد جوائز وبطولات. بس ما تاخذنيش يعني. الجماعه بتوع بيراميدز دول خدوا جوائز كتيره قوي. دول واخدين لوحدهم يجي 6 جوائز: افضل مدير فني، على افضل مدير كوره، على افضل ظهير، على افضل مهاجم، وليله كبيره. يا ابني انت غبي، ده انا لوحدي في الاهلي واخد 4 جوائز، غير الشناوي ومحمد عبد الله ومروان عطيه. وبعدين سيبك من ده كله، كفايه ان الكابتن محمود الخطيب خد جايزه احسن رئيس نادي في عام 2025. على رايك يا سي امام دي لوحدها ب 100 جايزه. المهم انا شايف يعني ان دراعك وكتفك تمام يعني، وبتشيل بيه الكاسات والجوائز، يعني المفروض بقى ترجع تلعب مع الاهلي. يا عم ده انا نفسي النهارده قبل بكره، بس رحت عملت اشعه من كام يوم قالوا لي لسه شويه. وانا حاسس ان دراعي بيلق كده من كتفي ومش ثابت. ده انا حتى رحت اشتريت لحام سريع اللي هو 2 في 1 ده علشان اثبته، واهو يا مسهل ادينا مستني. ليه يا سي امام هو دراع بلاستيك ولا ايه؟ وبعدين كنت جبت اللحام اللي هو بتاع الامير ده احسن من الاتنين في واحد وبيلحم بسرعه. المهم دلوقتي في طرطش كلام كده انك جاي لك عرض من نيوم السعودي ومن نادي في فرنسا، صحيح الكلام ده؟ الصراحه ايوه، انا مش هكدب عليك، بس انا عن ذات نفسي عايز اكمل مع الاهلي، ولا فرنسا ولا نيوم. ده انا هنا باخد جوائز اكتر من الاجوان اللي انا بجيبها. وبعدين انا لسه فاضل في عقدي 3 سنين مع الاهلي. بس لازم تجدد مع الاهلي يا سي امام. ده ال3 سنين دول بيعدوا كانهم سنه ونص، وبتوع الزمالك مش هيسيبوك في حالك. دول عايزينك ما تمدش عقدك مع الاهلي، ولو عملت كده هيقولوا لك احنا ما نعرفكش. يا عم زمالك ايه بس، سيبهم في حالهم. دول كل شويه يوقف لهم القيد لحد ما بقوا عاملين اشتراك في الاتحاد الدولي. ده انا حتى لو فكرت ارجع عندهم مش هقدر، هيقولوا لي القيد مقفول.